برجاله والله يا سيدي الله يا ليلى 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 يا ليلى 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 وهيثم ناره قويه. شكرا بعد شكرا حبيبي. طيب بس اخر كلمه لان ما فيها شيء. امس اتصل فيني. لا 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 لا, لا يرحم يا اخي بالعكس حلوه في حقك. راس اي حد راس الوالده. لا الموضوع عند اسماعيل يا اخي حلو. طبعا لحظه شباب تعاف يا شباب تعاف. طيب امس اتصل فيني. يعطيك العافيه بعد خلاص ما راح اقول ما انا بوقف هناك بشوف كيف تلحقني. طيب عندنا مكالمه خلاص اوكي انا اسف عندنا مكالمه مفاجاه للوحداويه كلهم. انا ما بقدمه هو اللي بيعرف عن نفسه ريال معروف. بخليه هو يبدا وهو يختار يتكلم مع من. تفضل الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا الساعة. مرحبتين. حيا الله اهل الامارات والوحداويه ونقول لهم مبروكين. وان شاء الله من تقدم لتقدم. ونحيي طبعا جوهرتكم الحلوه المزيون مع المطر. حيو. وطبعا اخوي وعزيزي ويعني على قولتهم هالبنياتي هذا حمدان الكمالي. حيو حمدان. وجميع الحاضرين الحقيقه والانسان اللي انا كل تقدير وحب ايضا واستسمحه اني دائما اقلده في المسرح الكابتن عبد الله صالح. زين يا ابو سلطان زين وصلوا لك الخبر. مبروكين الله يبارك فيك. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق هذه التهنئه لي مو بس الوحداويه اعتقد للامارات كلها التقدم الرياضي الجميل. ابو محمد خلني استغل وجودك معاي. ابو سلطان ولا ابو محمد الحين؟ سلطان انا اعرف. سلطان اكبر ولا محمد اكبر؟ والله اللي يطلع وياك اوكي. محمد اكبر. حكمك قول لي حكمك شنو قول لي. ابو سلطان انت تربطك علاقه بحمدان وبعض اللاعبين وابو بدر. نعم. احنا اكيد التقليد دائما يكون صوت وصوره بس اذا يطلع معك شيء بالصوت زين يا ريت. عبد الله صالح. عبد الله صالح صوره ما يحتاج صوت. لا والله شوف انا اللي دائما ابيه فارس عوض. فارس على راسي. فارس موجود على فكره موجود فارس بس الله يعافيك. زين فارس عاد عطنا فارس ابو سلطان. شوف فارس عوض لا قام يعلق عبالك حرب في الملعب. ويعني انا احييه طبعا واحيي هذا انا اعتبره رمز ايضا كروي جميل. ونحترمه ونقدره وله معجبين في الكويت طبعا. بس عاد تخيل الحين معي المطر قاعد يهجم ويا حمدان الكمالي والشباب وفارس طبعا الهجمه عند جول الوحده للحين ما راحوا. يا رباه يا رباه وهي اوت. حبيبي والله حبيبي. نتشرف بك ابو سلطان. على راسي حبيبي. ونتمنى زيارتك. عندك متى عندك زياره قريبه الامارات ابو سلطان؟ والله انا ان شاء الله توني جاي من راس الخيمه عرضنا المسرحيه و ان شاء الله بعد فتره كم يوم اكل غدا السياسيه ورد. يعقوب السعدي قلدته في مسرحيه؟ لا. في مسرحيه اللي طافت؟ لا. منو؟ انا سلطان. انا معي يعقوب السعدي. نعم هو اللي والنعم يعقوب. لا فارس. ما عندي الا فارس. ما عندك الا فارس. لا والنعم في يعقوب والشباب كلهم. طول عمرك. ولكن هم عارف لا جو ثاني. لأن فضيحة لا تقول له شيء. يا شباب الزواج. شلون ابوك حمدان؟
حمدان يسلم عليك. شلون ابوك يقول لك؟ شلون ابوك؟ المايك خذ المايك. حمدان يعني ولا يسمعك حمدان. طبعا انا معزبي من اخوانه ماجد. ايه هذا معزبي. شلونك حمدان؟ والله بخير الحمد لله. شلونك انت؟ وانت للحين بالخير الحمد لله. الحمد لله. طيب بعد ترى بهنيكم وياه يخطبك. حبيبي والله. ويسلم عليكم. طبعا يمي اخوكم المستشار الوكيل المساعد لشؤون اداره المخدرات الاستاذ الصحفي الاعلامي بدر عبد العزيز، وهو مسؤول مجله الجريمه. الله يبعدنا عن الجريمه، بس المجله ناجحه يعني ما شاء الله. يحييكم يا الوحداويه. الله يحييك. الله يحييه. يسلم عليه طارق، ونشكرك على المداخله. حبيبي وسامحنا. مشكورين. مبروكين يا الامارات. الله يبارك فيك. وان شاء الله دوم في تفوق. وحمدان من والاخوان كلهم الحقيقه اللاعبين الامارات كلهم على عيني وراسي. مبروك القادسيه حبيبي. شكرا كابتن. حياك عبد الله صالح. اي حتى بالصيف لا فويها ما يشحقه. هاي نسمع السالفه قبل لا امشي. اسمع السالفه. خلينا نسمع السالفه. قول السالفه. عبد الله صالح. عبد الله صالح من كثر ما هو يعني ما شاء الله مدير كره ناجح، معصب على لاعب في الملعب ويقول له ارجع يا اخي ارجع، وين رايح؟ اثار قاعد يكلم حكم الرايه. انت مو ويانا؟ حبيبي حيو صفقوا له يستاهل. يلا صفق له يستاهل. الله يحييك. الله يحييك يا ابو سلطان. تحيه للجميع حبيب قلبي. زين يا رمادي. مش ممكن الرمادي. مش ممكن. الرمادي. توضح على اللون الثاني. لا انت خليك على الرمادي ان شاء الله. حاضر. الله يحييك ابو سلطان. الله يحفظك اخوي. حبيبي شكرا لكم على راسي كلكم. الله يحييك يا طول العمر. شكرا. حياك الله فنان طارق العلي. نشكرك على المداخله. نتوقف شوي مع تقاريرنا، يعني احنا نحاول يعقوب في الحلقه تكلمنا عن جيل القدامى في الفريق، خلينا نتكلم عن الجيل الجديد في الفريق اللي هو جيل الشباب. جيل الكثيري، جيل الشباب، الجيل الجديد. نشوف هذا التقرير اللي يتحدث عن هذا الجيل. كما يحتاج أي فريق بطل للخبرة، فإنه يحتاج أيضا لعنصر الشباب، والذي كان في دور هذا العام الوقود الذي دفع القاطرة الوحداوية نحو محطة اللقب. بالطبع يجب أن نبدأ الحوار بالحارس الأمين عادل الحوسني، الذي دخل في مرحلة صعبة بأولى مباريات الفريق بالدوري بعد إصابة معتز عبد الله، وحينها أحس أغلب أنصار الوحداوية بصعوبة الموقف كون الحارس قليل الخبرة، إلا أنه قدم موسما استثنائيا، بل اللافت أن شباكه تلقت أقل عدد من الأهداف بين كافة فرق الدوري، وكأنه أراد إثبات أنه حارس صغير السن كبير الموهبة. وفي إطار المجتهدين كان المجتهد دوما والمتألق دائما يعقوب الحوسني، الذي ملأ الملعب بجهده الوافر، بل أنه كان السر الخفي في خط الوسط ليترك بصمة لافتة في مركز الارتكاز، واستحق الإشادة بعد أن قدم أداء مغلفا بالإجادة. أما سعيد الكثيري فكان الهداف الذي يظهر بوقت الصعاب، ومن ينسى يجب أن يتذكر هدفه في مرمى عجمان، والذي كان هاما جدا لوضع الوحدة في دائرة الانتصارات قبل مواجهة الجزيرة الصعبة. لذا فإن سعيد دائما ما كان البديل الذي ينزل ليغير الأوضاع، ولم تكن مشاركته مجرد إثبات وجود، فضرب مثالا نموذجيا للبديل الناجح والمجتهد. وفي المنظومة الدفاعية كان قائد منتخب الشباب حمدان الكمالي، الذي عاد من مشاركته بكأس العالم للشباب برصيد ضخم من الخبرة والثقة، جعلته في الملعب أشبه بلاعب له العديد من السنوات في الملاعب، فاستحق أن يكون جنرال المستقبل الوحداوي بما يملكه من توقع جيد وثقة في الناس والقدرة على ضبط النفس في المباريات الكبيرة برغم صغر سنه.
هذه هي العناصر الشابة التي أثبتت نفسها هذا الموسم، وأكدت أنها ستكون صاحبة الكلمة الفصل في التفوق الوحداوي بالسنوات المقبلة. Oh my gosh, I did it again, so I'm gonna let the